فُجِعت الساحة الفنية صباح اليوم السبت بخبر وفاة المنتج المصري وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع طويل مع المرض. كارول نعت زوجها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على انستغرام، حيث نشرت صورة تجمعهما وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لن أنسى وصيتك وستبقى ذكراك نارا في قلبي حتى نلتقي حيث لا ألم ولا بكاء ولا فراغ. ويعتبر الراحل وليد مصطفى من الشخصيات البارزة في الإعلام المصري، إذ كان من مؤسسي جريدة اليوم السابع، وشغل منصب رئيس مجلس إدارتها حتى سنة 2013، كما أسس قناة النهار الفضائية سنة 2011، وترأس لاحقا مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة إنرجي في نسختها العربية. وفاة وليد مصطفى خلفت حزنا عميقا في الوسطين الفني والإعلامي، حيث انهالت عبارات التعزية والدعاء على كارول من زملائها وجمهورها عبر مختلف المنصات.